اهلا بيكم متابعيني الكرام في حلقة جديدة. تعالوا ان شاء الله في حلقتنا النهاردة نتكلم على المداح ونحلل كام حاجة حصلت فيه كده ونشوف الدنيا رايحة بينا على فين والناس دي بتتكلم على ايه. فانت روح شوف لك حاجة تتشرب وتعالى علشان الكلام كبير ومحتاج حبة تركيز كده يا محترمين. يلا بينا خلينا نمشي واحدة واحدة كده مع بعض الأحاديث، وإن بعد كل اللي بيظهر ده يظهر إنسان فجأة في المسلسل اسمه سميح الجلاد. سميح قال لصابر أنا جارك في الأرض. خليني أقولك إن سميح الجلاد هو تمثيل المسيح الدجال. طيب إزاي؟ تعال هقولك. بغض النظر عن إن حروف الاسم هي لو شقلبناها شوية، بس تعالى نتكلم في المنطق. الدجال هيبقى جارنا في الأرض فعلا، وهيخرج وسط المؤمنين عشان يوزع فتنته على الأرض كلها. أخطر فتنة هتحصل في التاريخ، ومفيش نبي ربنا سبحانه وتعالى بعثه في قوم إلا ويحذرهم من فتنة المسيح الدجال. وفي المسلسل سميح بيقدر يلعب بصابر في الأول، وكلامه كله كان غريب زي جملة أنا وحشني الجو ده بقالي كتير ما حضرتش. هو فعلا بقاله كتير ما حضرش لأن كان محبوس بالفعل. سميح خدع صابر ووهمه إنه راجل خير وهيساعده وكل الكلام ده، وهو نفس الكلام برضه اللي هيعمله الدجال، إنه هيفتن الناس انه حد طيب ومش عاوز لهم اكتر من الخير، لدرجة انه ممكن يوهمك انه هيصحي لك حد ميت عزيز عليك علشان تؤمن بيه، زي ما ابو مراد صابر ظهر لها عشان يقول لها ان صابر هو اللي بيعمل الاعمال ليها علشان تحبه. بس احنا كمشاهدين شايفين سميح الجلاد، لكن هي شايفة ابوها. ولما صابر شاف سعيد واخوه برضه، لان الدجال يا عزيزي المشاهد عنده قدرة الايهام، يقدر يوهمك ان الميت صحي تاني قدامك اهو يقدر يجسد قرين الميت في صورة الميت. وبرضه من صفات الدجال ان هو يقدر يطوف الارض كاملة في لمح البصر، ويقدر يبقى في اكتر من مكان عادي خالص. وده نفس اللي حصل لما كان مع صابر وفجأة كلمه في التليفون ويقول له عامل لكم عزومة يا بركتنا. طيب ازاي انت مش كنت معايا دلوقتي يا دكتور سميح؟ ازاي فجأة بقى هناك؟ والعاصفة اللي قامت واللي بتدل على قدرة تحكم الدجال في الطقس، وان هو واتباعه معاهم تكنولوجيا متطورة تقدر تتحكم في الطقس بكل اشكاله وانواعه. ومن زمان جدا واحنا عارفين ان الاعاصير والبراكين والزلازل والعواصف ده شيء ما ينفعش بشر يتدخل فيه، اخرنا خالص نرصده، لكن يتحكم فيه صعبة شوي. لكن عزيزي المشاهد مع تقدم التكنولوجيا بقى تقريبا كل شيء ممكن. فتعال اعرفك ازاي الانسان بيتحكم في الطقس والحاجات الطبيعية دي كلها، وركز معايا جامد كويس جدا. في حاجة اسمها مشروع هارب، هو من اكبر مشاريع للتحكم في الطقس في العالم كله. مش مجرد طقس بس، لا، المشروع ده يقدر يعمل براكين وزلازل، ويقدروا يعملوا تسونامي كمان عادي جدا. المشروع ده موجود في ألاسكا في أمريكا بالمناسبة، وبيديروا المشروع ده البحرية الأمريكية وقوات الطيران في أمريكا. المشروع يا سيدي عبارة عن مجموعة هوائية كبيرة جدا بتطلق موجات مكثفة بتقدر تشيل بعض المناطق من الغلاف الجوي. يعني إيه؟ يعني تقدر تعمل زي سحابة كبيرة من الموجات دي، والغلاف الجوي ساعتها ما يبقاش ليه تأثير تحت المنطقة اللي فوقها سحابة الموجات. وكمان يقدر يطلق غازات بتتحكم في الطقس، كمان يقدر يكثف السحب ويعمل أمطار، ويقدر يعمل برضه برودة وحرارة في أي وقت من أوقات السنة. المشروع ده هو جزء من الأسلحة المستقبلية. الموضوع ما بقاش مجرد أسلحة نارية والجو ده خالص، وكمان يقدر بكل بساطة يحدد منطقة ويعمل فيها أعاصير أو يعيد تنشيط براكين أو زلازل كانت خامدة من زمان. غير إن في جزء من المشروع ده بيتبعت أو بيبعت موجات تانية بتصيب الجهاز العصبي للإنسان، وده بيعمل أمراض كتير جدا زي السرطان وتليف الأعصاب. ده غير إن مشروع هارب يقدر بكل بساطة يسيطر على المجال الكهرومغناطيسي للأرض. طيب ده لو حصل يقدر يعمل إيه؟ كل حاجة حرفيا، كل حاجة تتخيلها تقدر تتعمل، زي زلازل في منطقة معينة، تقدر تنشط بركان لو كان خامد من ملايين السنين، تقدر تعمل إعصار في وقت ما فيهوش هوا. حتى في 2015 اتسمع صوت في بلدان كتير جدا جاي من السماء، صوت أبواق، واتسمت الظاهرة دي بأصوات أبواق السماء. والتفسير العلمي اللي اتقال أو إن ممكن الأرض بسبب التصدعات والزلازل بسبب موجات بتبقى مسموعة، بس هل هتبقى مسموعة للدرجة دي؟ وقت الصوت ده ظهر زي فتحات أو فجوات سوداء في السماء، وفي نفس الوقت برضه بتسبب الزلازل. ومشروع هارب برضه
تم اتهامه في الزلازل اللي اجتاحت العالم في نيبال وايسلندا واندونيسيا والاكوادور واليابان، وكل ده حصل بالفعل من غير سابق انذار. وفجأة كده المشكلة ان اجهزة الرصد ما رصدتش اي حاجة، هو الزلزال بيحصل كده فجأة. طيب ده مشروع قائم حاليا بينا في عصرنا الحالي، وده معناه ان التحكم في الطقس بقى شيء عادي جدا ويقدروا يعملوه عادي. لحد هنا احنا تمام. نرجع بقى تاني لفكرة ان صابر بقى شايف سميح ده دجال وفتنة، وكل الناس اللي حواليه شايفين العكس ومكدبين صابر. وده برضو اللي هيحصل في نهاية الزمن، ان المؤمنين الصالحين بس هم اللي هيقدروا يشوفوا الدجال بشكله الحقيقي ومش هينخدعوا فيه. تيجي بقى بحاجة تانية مهمة جدا وركز فيها، سميح قدر يدخل المسجد عادي. طيب ازاي؟ مش بتقول ان تجسيد للدجال، الدجال بشر مش جن، علشان برضو نكون عارفين، ويقدر يدخل المسجد عادي ويعمل كل حاجة عادي جدا. وزي ما حصل وقعد جنب الشيخ يشكك الناس في دينهم ويقنعهم ان الراجل ده بيصعب عليهم الدين، وعادي يعني لما نمشي وراه اللي احنا عايزينه. وبرضه دي الحاجات اللي هيعملها الدجال بكل سهولة. صابر حاول مع أهل بيته إن هو يقنعهم إن الراجل ده دجال ودخل وسطنا، بس كلهم ما كانوش مقتنعين بالكلام ده، واللي قالوا أنت بتغير منه، واللي قالوا سميح الجلاد ده خير علينا. وده بالظبط سيناريو النهاية، في ناس هتؤمن بيه وبكل اللي يقدر يعمله المسيح الدجال، وهيغويهم بالمعجزات اللي يقدر يحققها، لدرجة إنهم قالوا له إحنا هنصدقك يا صابر وهنكذب عينينا. وده بالظبط عزيزي المشاهد اللي هيحصل من المسيح الدجال. اصل عزيزي المشاهد هيعمل كل حاجة لايف كده قدام الناس كلهم، اللي هتتوهم بيه مش هتبقى مصدقه اي حاجة تاني. اصل هصدقك كده بصراحة واكدب عينيا طبعا لما ظهر درغام وقعد يمشي ويقول للناس على سورة الكهف، لأنه سورة الكهف زي ما احنا عارفين بتعصم المؤمن من فتنة المسيح الدجال. بس حصل اللي حصل، والجن قدر يوهم الناس إن صابر هو اللي موته، والموضوع بدأ ينتشر بسرعة رهيبة جدا على السوشيال ميديا. وفي إسقاط تاني، لو كانوا مجمعين البلوجر ومي سليم اللي عاملة دور شيطانة قالت كلمة إننا محتاجين نتكلم شوية على الشائعات لزوم الترند، وده اللي احنا عايشين فيه دلوقتي يا عزيزي المشاهد. الجماعة إياهم متحكمين في كل حاجة حواليك، من إعلام وصحافة وتلفزيون وسوشيال ميديا، ويقدروا كمان يشهروا اللي هم عايزينه ويبطلوا اللي هم عاوزينه. وفي مشهد تاني شفنا سميح خبط على أخت صابر، وبعدها مفيش أخت صابر موتت بنتها وعملتها في حالة شوربة وهم يا جمل. وده يوريك إن الدجال قادر على التحكم في العقول الضعيفة كمان، وقادر كمان يوهم أي حد بأي حاجة. والمشكلة هنا عزيزي المشاهد إن القصة دي حصلت في الشرقية، قصة حقيقية لأم عملت كده في ابنها بالفعل من سنة، والقصة دي كانت مطبقة بنفس التفاصيل وبنفس كل حاجة وفي نفس التوقيت كده. تعال نفكر فيها، كتير قوي نسمع عن حوادث بشعة بتحصل حوالينا في كل حتة، ولما تبص على اللي عملوها هتلاقيهم ناس عاديين، لا عندهم مشاكل ولا ليهم سوابق ولا حتى تعاملهم مع الناس عنيف. وتبص على بشاعة اللي عملوه تستغرب، طيب ازاي الناس دي تقدر تعمل حاجة صعبة زي دي؟ هل بقى في نوع من التحكم في العقول في عصرنا الحالي؟ ده كان موضوع حلقتنا النهاردة عن أحداث مسلسل المداح أسطورة العودة، وده اللي هنشوفه في خلال المسلسل لحد الحلقة الأخيرة. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشرفنا باشتراكك في القناة.